تحولت كلمة وزير الميزانية السيد فوزي الأقجع بقبة البرلمان وهو يقدم الخطوط العريضة لملف الترشيح المغربي لتنظيم مونديال 2030 والذي كلفه به عاهل البلاد الملك محمد السادس إلى زلزال في الجزائر. كلمة واحدة بقبة البرلمان حول الملف المغربي لتنظيم كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030 كانت كافية لزعزعة أركان النظام الجزائري، ليتحول فوزي الأقجع لأكبر كابوس للنظام العسكري الجزائري والحكومة الجزائرية وأبواق النظام الحاكم وكل المسؤولين على الشأن الرياضي والكروي في الجزائر، حتى تسببت هذه الفوبيا والتفكير في فوزي الأقجع ليل نهار في فقدانهم الوعي والذاكرة ونسيان تقييد المنتخب الوطني النسوي الجزائري في المشاركة إقصائيات الأولمبياد. فبعدما تبين للنظام الجزائري أن منافسه المغرب في تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية من سابع المستحيلات، كشف الإعلام الجزائري على أن السلطات هناك تدرس الانسحاب من التنافس على تنظيم كأس إفريقيا 2025 والتي يحظى فيها المغرب بحظوظ وافرة. النجاحات الباهرة في تنظيم أكبر المنافسات، فضلا عن التطور الكبير في البنيات التحتية والبرمجة الثورية التي تم الكشف عنها لتغيير ملامح 5 ملاعب كبرى في البلاد، فضلا عن بناء ملعب بمعايير عالمية كبرى بالدار البيضاء، كلها معايير تزكي التفوق المغربي في كشف رهان تنظيم كأس إفريقيا 2025. هذا التفوق المغربي تحول لدى الجيران إلى فوبيا، كما تحول التدبير الناجح لفوزي الأقجع لكرة القدم الوطنية إلى فوبيا بدوره لدى المسؤولين الجزائريين الذين لا يمر يوم دون أن يجوب اسم فوزي الأقجع قنواتهم وبرامجهم الرياضية. الاعتراف بالفشل في منافسة المغرب عجت به قنوات جزائرية، حيث كشفت بأن السلطات الجزائرية تدرس الانسحاب من التنافس مع المغرب لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا 2025 خوفا من بهدلة تاريخية في التصويت قد لا يحصل فيها الترشيح الجزائري على صوت واحد.